وصفة النهاردة هي وصفة الذكريات. كانت دايما جدتي بتعملها لنا، وصفة جميلة وسهلة جدا. يلا بينا بسرعة بسرعة نشوف الطريقة، خليكم معايا. اول حاجة انا هجيب اللحمة المفرومة بتاعتي، ده حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة، وهبتدي هتبله. هنزل عليه ببصلية كبيرة مبشورة، وحزمة كده من البقدونس، وثلاث فصوص توم مهروسين، وبيضاية. وهحط لها بهارات كفتة وبابريكا والملح والفلفل الاسمر. وحطيت لها كمان حوالي 3 معالق من البقسماط. وهنبتدي نعجنها بقى كويس جدا جدا لحد ما تبتدي تبقى كده عامله زي العجينه في ايدينا، وتلاقي عملت خيوط كده، تعرفي ان هي كده تمام، جاهزه ان هي تبقى تمام. وحطيت لها كمان، انا نسيت اقول لكم هنا ان انا حطيت لها حوالي نص معلقه من البيكنج باودر عشان تفضل هشه وحلوه. وهندعكها بقى كويس جدا، وهنبتدي نكورها بقى كور صغيره. وعشان نكورها هجيب معلقه من الزيت، عليه ربع معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الصويا صوص. وهبتدي كده اعوص ايدي بالخليط دوت، هيديها لون ونكهه روعه. وهبتدي اكور بقى الكفته بتاعتي لكور كده صغننه جدا. وهعمل الكميه دي كلها، بصوا نص كيلو عمل لي كميه بسم الله ما شاء الله تكفي 6 افراد. خلاص احنا كده خلصنا بقى كمية الكفتة بتاعتنا. هنبتدي نجيب البطاطس بتاعتنا، هنقطعها مكعبات. طبعا كمية البطاطس على حسب الافراد اللي هتبقى يتعمل لها الطبق دوت. انا عامله وجبه تكفي 6 افراد، فانا عملت حوالي كده كميه حلوه من البطاطس. وهنبتدي نقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين، ونشطفها كويس جدا. وبعد كده هنبتدي نجيب الطاسه بتاعتنا، ونبتدي معلقه كده من الزبده ومعلقتين من الزيت. وهنبتدي نشوح الكفته بتاعتنا تشويحه خفيفه على النار، يعني ان هي زي تاخد صدمه، مش هتستوي بس هتاخد صدمه تتماسك كده. وبعدين هنبتدي نشيلها ونعمل كل الكميه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. خدت لون بسيط كده وخدت طعم كمان، لان انا عايزه انزل الصوص بتاعها ده علشان هبتدي اشتغل بيه بالبطاطس بتاعتي. بعد ما هخلص كل كمية الكفتة هنزل بقى بالبطاطس، وهبتدي اشوحها كده شوية. وكل شوية اديها سنة كده من المية بسيطة علشان خاطر تستوي. انا عايزة تاخد 3/4 سوا. البهارات اللي انا حطيتها على البطاطس، حطيت معلقة صغيرة من الزعتر وملح وفلفل، وحطيت هنا معلقة من الصلصة مش كتير، وشوية مية صغيرين. وهسيبها كده تغلي شوية علشان خاطر تستوي، يعني 3/4 من السوا. وهحاول اكون مقطعه بطاطس بصلايه مكعبات، وفلفل اصفر واحمر مكعبات، بس ياخدوا كده دقيقه على النار. هنبتدي نحطهم في الطاجن اللي هيدخل الفرن، وهنحط كده نص كمية البطاطس في قعرية الطاجن. وبعد كده هبتدي اقلب الكفتة على باقي البطاطس اللي موجودة عندي، علشان كانت الطاسة مش كبيرة قوي ان انا مش هعرف اقلبها كلها. فقلبتها على الكمية دي، وبعد كده هفضيها في الطاجن بتاعي. وانا هنا كنت مولعة الفرن علشان يبتدي يسخن، وادخلها حوالي نص ساعة في الفرن تاخد تشميعة كده بسيطة. بجد كانت تحفة، والريحة كانت تجنن. ده كان طبق النهاردة، كرات كفتة مع البطاطس، من وصفات جدتي وذكريات زمان. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه. ولو تابعتيني لحد دلوقتي في الفيديو انا متشكره جدا. ما تنسيش تشتركي في القناه وفعلي الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.